نصايح في الشغل اتمنيت حد قالها لي قبل ما اقع فيها بارت 3. 1. ما تسكتش على حقك. لو ليك حق في حاجة اتكلم فيه بهدوء وبشكل حازم، وده معناه انك ما تتعصبش وما تشيلش نفسك غلط. بص، حاول تتبعد، لانك اكشلي يا صديقي هتقابل ناس ابرد من التلج، وخاصة حبايبنا. 2. اسمع البق اللي هقوله ده وما تراجعش ورايا خالص. ما تتحمقش لحد في الشغل. ممكن انا من اكتر الناس اللي كانت بتتحمق وما بتسكتش على الغلط ابدا، ولكن اتحمق في اللي ليك بس. الله، طب لو في غلط بيحصل مع ناس في ديبارتمنت تاني ولا حتى مع زمايلي، اسكت لحد ما تطلب شهادتك. طب لو ما اتطلبتش شهادتي، خد بعضك وامشي من المكان، الدور هيجي عليك. هل ده معناه انك هترضى بظلم الاخرين؟ سلوقلي نو، بس ممكن بطريقه شيك كده ولبقه تتكلم منك للمسؤولين على طول اللي هم السورس او الاتش ار، خاصه في اللي انت شفته بعينيك، بس عشان يبقى الموضوع فير، لا اكتر ولا اقل. غير كده اقفل بقك الله يرضى عنك وخليك في حالك، ما تبقاش عامل زي اللي دخل يحوش وما نابوش في الاخر غير الضرب والاهانه. 3. اتعلم انك ما تديش زيادة عن شغلك خالص وعلى قد المطلوب. ما تتطوعش وتشيل شغل مش شغلك وشيلة مش شيلتك. اعرف كويس انت جاي المكان ده تعمل ايه الجوب ديسكريبشن بتاعك والتايتل بتاعك، اتمسك بيه وامشي على اساسه. طب لو في حاجة زيادة يبقى كله بحسابه. شغل بقى معلش يا فلان، اصل احنا هنسد بيك جاب الشغل الفلاني، اصل علان غاب، يا ريت تنساه وترفضه تماما. لو الشركة بتستغلك وبتقلل البادجت على حسابك يبقى انت كده حمار لا مؤاخذة. 4. يا ريت يعني ما تصدقش كلام الاتش ار. باي ذا واي هم ناس محترمة جدا وفوق راسي، بس حاول ان انت ما تصدقش دايما كلامهم، لا حسس على كلامهم واكد عليه. خد لي بالك كده، الاتش ار اللي قدامك انت ما تعرفش ده ظروفه ايه، اذا كان جونيور لسه بيتعلم مش هيقولك حتى اذا كان دارس ولا لا، فممكن جدا تقع في حد لسه بيتاتا في الشغلانه، لسه مش فاهم اي حاجه فيلبسك. عشان ما تلبس خليك دايما مصحصح وكله بالادب. ركز في ورقك والورق اللي انت بتمضي عليه. الشركه اللي ما تركزش في ورقك ولا انت جايب ايه ولا ليك حتى فايل عندها يثبت حقوقك ولا حتى ليك تأمينات، مش هقولك خاف منها، اهرب منها. وبس كده، دول شويه تبس بساط من سوق العمل، خد بالك منهم. ولو حبيت تبس زياده اكتب لي في التعليقات بارت 4.